يا ترى إزاي نفس السهم يبقى طالع ونازل في نفس الوقت؟ السبب ببساطة اسمه الفريم الزمني أو التايم فريم. الفريم الزمني هي العدسة اللي أنت بتختار تبص بيها على الصورة. لما تفتح أي منصة تداول بتختار الفريم يومي، 4 ساعات، ساعة، 5 دقايق، زي ما أنت عايز. لو اخترت بقى الفريم اليومي يبقى كل شمعة بتمثل حركة يوم كامل من أوله لحد آخره. أما لو اخترت فريم الساعة يبقى كل شمعة بتمثل ساعة واحدة. علشان كده نفس السهم ممكن يكون اتجاهه طالع على فريم كبير ونازل على فريم صغير. المستثمر طويل الأجل بيبص على الفريمات الكبيرة زي الأسبوعي واليوم علشان يشوف الصورة الكاملة والاتجاه العام. أما بقى المضارب اللحظي بيبص على الفريمات الصغيرة زي الربع ساعة والخمس دقايق علشان يصطاد حركات سريعة جوه اليوم الواحد. أخطر غلطة بيقع فيها المبتدئ إنه ياخد قرار استثماري طويل بناء على تشارت مدته 5 دقايق أو العكس. هقول لك مثال واقعي زي جوجل مابس. ممكن تعمل زوم أوت وتشوف خريطة مصر كلها، وممكن تعمل زوم إن وتشوف شارع واحد والزحمة اللي فيه. نفس المكان بس المنظور مختلف. اسمع الخلاصة من أخوك درويش. الفريم الزمني هي الفترة التي تمثلها كل شمعة على الرسم البياني، واختياره يعتمد على نوع وهدف التداول، استثمار أو مضاربة. وارجع تاني وأقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.